سندوتشات البرجر الرايقه دي موجوده في ترو بوس برجر، وزي ما قلت قبل كده لو عاوز تتخطى احزانك من غير ما تحس يبقى لازم تجرب برجر ترو بوس. جيت المره دي علشان حاجتين، الحاجه الاولى كان وحشني برجر ترو بوس والمره اشوف ايه الجديد، والحاجه الثانيه انهم غيروا مكانهم، فقلت اجي اعرف الناس اللي مش عارفه. سكان مدينه شبين القناطر واجوارها يجمعوا هنا علشان نشوف المكان الرايق ده، واللي ما سمعش عن ترو بوس برجر يكمل الفيديو معانا للاخر علشان يتعرف عليه ويعيش التجربه معانا. المكان بقى حاليا في ميدان سيدي سعيد جنب مصنع السكر، من الشارع العمومي ده كده اللي اوله كوتونيل. هندخل الشارع ده خطوتين هنبقى قدام المسجد ده وهنلاقي ترو بوس برجر على الشمال. وصلت وقلت اصور شويه من التحضيرات واشوف ايه الجديد كده. مبدئيا البرجر هنا لحم بقري فريش وبيستوي على الفحم. الاول كان محشي جبنه لكن دلوقتي بقى مش محشي، لكن كميه صوص الجبنه الخارجيه والصوصات عموما اللي هنشوفها دلوقتي هتعرفنا انه مش لازم يكون البرجر محشي جبنه. ولقيت انهم اضافوا السماش برجر للمنيو، ودي حاجه حلوه بالنسبه لي وبالنسبه للناس اللي بيحبوا السماش برجر. وكمان غيروا من تتبيله الفراخ وهنشوف دلوقتي هل هتبقى للاحسن ولا ايه الكلام. وبسم الله هنبدا باول ساندوتش. مبدئيا كده كل السندوتشات بيكون معاها كميه بطاطس مقليه حلوه. اول ساندوتش كان بيف سنجل مشروم رانش. الساندوتش ده من حلاوته كنت اكلت منه ونسيت ابدا تصوير، لكن فقت من الغيبوبه وبدات اصور. وتعالوا نشوف الاول مكوناته. الخس الكابوتشا عليه قطعه البرجر مع المشروم الفريش مع صوص الشيدر، وصوص الرانش طبعا اساسي. وطلبت اضافه التكساس صوص علشان نعلى بالفرحه ونودع الاحزان، ومن شكله كده شكلنا هنودع الاحزان فعلا. وبسم الله هنسمي وندوق علشان الكلام يروق. انا قلت رايي في الساندوتش ده من قبل ما ادوقه، بصراحه عظمه على عظمه، مع ان في تجربتي الاولى كان صوص الرانش مش مظبوط قوي، لكن المره دي بقى احلى لما غيروه. طعم لحمه البرجر مع المشروم والصوصات جامد جدا وعجبني قوي الساندوتش ده. نشوف اللي بعده. هفتح بس صباع الجبنه ده علشان نشوف الجبنه وهي بتشد لحد السقف، ونودي على طول علشان الحق السماش قبل ما يبرد. ساندوتش دبل سماش، بدايه من العيش الفريش وطعم صوص الشيدر وتكوينه الساندوتش والكميه تمام التمام. بس ملحوظه صغيره بالنسبه لي، كان ناقص شويه ملح مع السماش بيف وهو بيستوي مع شويه فلفل او توابل خفيفه يعلوا الطعم شويه، لان طعم اللحمه كان جميل فكنا محتاجين نعلى بيه شويه. وصوص الشيدر كان كتير برده وكان متوصيين بيه فكان مغطي شويه برده على طعم اللحم. لو الملحوظتين دول اتنفذوا هيبقى السماش هنا عاش قوي. ندخل بقى على ساندوتش الفراخ او التشيكن، وده كان ساندوتش سنجل مكسيكانا. قطعه الفراخ المقليه الكبيره دي فوق الخس الكابوتشا والكاتشب، عليهم صوص الشيدر والتشيلي صوص وصوص الالف جزيره والباربيكيو صوص، حلقات البصل المقليه، وكده الساندوتش بقى 100 100. عجبني برده ساندوتش المكسيكانا ده، طعم الصوصات قوي وحلو. وعلى ما اعتقد كده تغيير تتبيله الفراخ عن المره الاولى بقت للاحسن، لاني في الغالب بحب البيف برجر اكتر، وخصوصا بقى لما اجربه في الاول. بس ساندوتش المكسيكانا كان طعم الفراخ بالتتبيله الجديد عجبني جدا، لكن برده ما زال البيف مشروم رانش اكتر ساندوتش عجبني النهارده. نسيت اقول لكم ان كان معايا يوسف النهارده وهيجرب ساندوتش بيتكون من استنى يا يوسف، هنشوف مكونات الساندوتش الاول. قطعه الفراخ المقليه فوق الخس والكاتشب، عليهم الشيدر صوص وصوصات الالف جزيره والباربيكيو مع 2 تشيز ستيكس او اصابع جبنه. وده ساندوتش اسمه سنجل تشيكن جوسي، نفس مكونات المكسيكانا اللي انا جربته، بس بدل حلقات البصل في اصابع جبن او تشيز ستيكس او موتزاريلا ستيكس. يوسف كان طالبه لانه بيحب الفراخ اكتر من اللحمه، والحمد لله عجبه الساندوتش ده. نشوف بقى الساندوتش العملاق ده اللي كان محتاج عمرو، لكن لقينا عمرو تاني موجود غير عمرو اللي بيكون معانا. يا ترى بقى هيبقى مدرعه زي العمرو اللي معانا ولا ايه الكلام؟ ودخل اول دخله على ساندوتش الدبل بيف بيج بوس، وقال لي بص يا عم سندباد البيج بوس لغوص الدنيا خالص، شايف الحجم واللغوصه دي؟ قلت له يا عمرو ما هو لازم يلغوص الدنيا كده طالما مكون من الطبقتين دول. الاولى قطعه البيف برجر على الخس والكاتشب وصوص الشيدر والباربيكيو والتيستي، عليهم طبقه كمان اختهم التوأم واثنين اصابع جبنه او تشيز ستيكس والبيف بيكن الطازه. بصراحه انا كان عيني من الساندوتش ده، بس ده ساندوتش المدرعات وانا جربت 3 فما كنتش قادر. عمرو قال لي انا هقوم بيه، والساندوتش ده عملاق فعلا محتاج مدرعات بشريه علشان يقدروا عليه. اخر حاجه بقى ده المنيو الحالي علشان تعرفوا اسعار كل انواع السندوتشات في ترو بوس برجر. وبس كده انبسطنا كلنا من التجربه الجميله دي، واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. مع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.